بەخشندە و میهرەبان، بەیانی گژلایەکتان شاد. بۆ جارێکی تر جێگای خۆشحاڵی و دەستخۆشیەکی زۆرە کە ستافی کۆمەڵگەی پەروەردەی بارزانی نەمر پێشوازی لە شاندێکی زۆر بەڕێز و ئازیزی وڵاتی ئوردن دەکات. مەبەست و ئارمانج لەم مەراسیمی ئەمڕۆمان بیر و ڕاگۆڕینەوەیە، کۆنتاکت دروستکردنی نێوان هەرێمی کوردستان و شانشینی ئوردنە. بەڕێزان، بەناوی کۆمەڵگەی پەروەردەی بارزانی نەمر، هەروەها بەڕێوەبەری کۆمەڵگەی پەروەردەی بارزانی نەمر و ستافی دواناوەندی بارزانی نەمر بەخێرهاتنێکی زۆر گەرمی شاندی ئوردنی و قۆنسڵیەی شانشینی ئوردن و وەستافی نوێنەرانی وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، هەروەها بەڕێز فواد ئەلمەجالی قۆنسڵی گشتی شانشینی ئوردن دەکەین. هەروەها بەڕێز موهەنەد ئەلخەتیب ڕاوێژکار و وتەبێژی وەزارەتی خوێندنی باڵا، بەڕێز خالید کیلانی بەڕێوەبەری نووسینگەی دەستەی گەشت و گوزار لە وڵاتی ئوردن، زۆر بەڕێز مامۆستا حەمدیە بەڕێوەبەری پەیوەندیەکان و ڕاگەیاندن و بە نوێنەرایەتی وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، سەرجەمی میوانە بەڕێزەکان، هەروەها بەڕێوەبەری زۆر ئازیزمان مامۆستا هاژە و یاریدەدەرانی لە قوتابخانەی هەولێری نمونەیی و دایک و باوکە بەڕێزەکان، قوتابیانی قوتابخانەکانی هەولێری نمونەی و ڕۆزاک و قوتابیانی خۆمان لە ستافی دواناوەندی، هەروەها زۆر ئازیزان مامۆستا حەمید زۆر بەخێر بێن ئێوەش وەکو نوێنەری وەزارەت و بەڕێزان بەڕێوەبەری بنەڕەتی و باخچە سوپاسی ئامادەبوونتانەکەین. مامۆستانی زێدە ئازیز ستافێک کە لێرەن لەگەڵ ئێمەن. ئازیزانم، ئەمڕۆ بە سەرنجدانێکی کورت تکاتان لێ دەکەین قوتابیانی ئازیز، هەموو هەست و هۆشتان بخەنە سەر ئەو پرێزنتەیشنەی کە ئێستا پێشکەش دەکرێت. ئەگەر کورتەیەک لە سەرهاتنی ئەم شاندە بەڕێزە باس بکەم، ئامانج لەم سەردانە شێوازی وەرگرتنی قوتابیان، هەروەها ڕەوشی خوێندن و پەروەردەیە و چۆنیەتی وەرگرتنی قوتابیان لە زانکۆکانی وڵاتی ئوردن و دروستکردنی هەماهەنگی نێوان شانشینی ئوردن و حکوومەتی هەرێمی کوردستان. قوتابیانی ئازیز، پێشکەشکردنی پرێزنتەیشنێک کە زۆر گرنگە بۆ ئێوەی ئازیز سەرنج بدەن، پاشانیش داواتان لێ دەکەین پرسیار و وەڵام ئامادە بکرێت لەلایەنی ئێوە. مەبەست لە دانیشتنەکەی ئەمڕۆ ئەم مەراسیمەمان دروستکردن و هەروەها گۆڕینەوەی هەماهەنگی و ئاڵوگۆڕی زانیاریەکانمانە. بەڵام سەرەتا بەر لەوەی کا بەڕێز موهەنەد ئەلخەتیب بەڕێزیان پرێزنتەیشنەکە پێشکەش بکەن، سەرنجی ئێوەی بەڕێز وەردەگرین قوتابیان بە زمانی کوردی بێت یانیش بە زمانی ئینگلیزی. ئەمە ڕەئی ئەو بەڕێزانەیە کە دەیانەوێت سەرەتا لە ئێوە بپرسن. پێتان خۆشە بە کوردی یانیش بە ئینگلیزی بەڕێزیان پرێزنتەیشنەکە پێشکەشکە؟ چەند کەس لەگەڵ کوردیە؟ بەڵێ. ئەی بە ئینگلیزی؟ زۆر باشە. ڕەئی زۆرینە پێشکەشکردنی بابەتەکەی بە زمانی ئینگلیزی. زۆر بەڕێز موهەنەد خەتیب بەڕێزتان ڕاوێژکار و وتەبێژی وەزارەتی خوێندنی باڵا لە وڵاتی شانشینی ئوردن بفەرمونون بۆ پێشکەشکردنی پرێزنتەیشن. هەروەها بەڕێز کاکدانا مامۆستای بەڕێز بفەرمونون بۆ ترانسلیتکردنی بابەتەکە. نحن في الأردن نحب كردستان العراق وأهل الكردستان الطيبين ونشعر بمحبتهم عندما نلتقي بهم في الشارع. In the Kurdish region of Iraq, we really respect and love the people of the in Jordan, we love the people of the Kurdish region. We respect them. We have good relationship with them. ونتمنى أن نرى منكم أبنائنا الطلبة قريبا في جامعاتنا الأردنية. And we would like to see you guys study in Jordan in the future. كون هذه المدرسة تدرس باللغة الإنجليزية فهذا يعطيك فرصة كبيرة جدا للدراسة في جامعاتنا الأردنية. The fact that this school studies and actually the study of the school is in English language, this gives you an advantage and opportunity to study in Jordan in a proper way.
علاقات تاريخية تربط ما بين المملكة الأردنية الهاشمية وإقليم كردستان الحبيب. وقبل أيام من زيارتنا لكم كان فخامة رئيس الإقليم في زيارة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم. There is a historical relationship between Jordan and also the Kurdish region of Iraq. As you know, a few days ago there was a visit from the president of the Kurdish region, and he has been actually received in a very proper way by the King of Jordan, Abdullah II. في المملكة الأردنية الهاشمية نفتخر بأن على رأس هذه المملكة قائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والذي يعود بنسبه إلى الأسرة الهاشمية المنتسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. In Jordan, we are very proud that the leader of our country and the king of our country is King Abdullah II, who has been descended from the Prophet Muhammad's family, from Hashemite great family. وهذه الأسرة من أقدم الأسر المالكة التي تحكم في المنطقة منذ أكثر من 2000 عام. And of course, this family, this respectable family, has been ruling in this area since 2000 years. سنتحدث الآن عن بعض المميزات الجغرافية والتاريخية للأردن، ثم ننتقل إلى المميزات التعليمية. In order to give you an overview about Jordan, we try to speak about some special things about Jordan from the historical and geographical side. الموقع الجغرافي للأردن في قلب الشرق الأوسط جعله محطاً للكثير من الحضارات القديمة والحديثة. The geographical position of Jordan made him to be very unique in building civilizations and also in building a very special situation in the Middle East. وإذا قمت بزيارة الأردن ستحتاج إلى أشهر حتى تقوم بزيارة مختلف الأماكن الأثرية والتاريخية. If you visit Jordan now, you need months in order to understand what is there and to find out the uniquity of this city. Of this country. الكثير من أضرحة الصحابة رضوان الله عليهم موجودة بالعشرات في الأردن. There are tens of shrines of the Sahaba in Jordan. You can find them. وأيضا الكثير من المواقع المعارك الإسلامية المختلفة مثل مؤتة واليرموك. Of course, there are lots of historical scenes and positions and locations in Jordan. You can find them for battles happened in the past, like Battle of Mu'tah in the history of Islam. بما يتعلق بالمناخ، هو قريب نوعا ما من المناخ في إقليم كردستان، حار صيفا معتدل نوعا ما وبارد شتاء مع وجود الثلوج. The climate in Jordan is similar to the climate of Kurdish region of Iraq. It's hot in summer and also it's similar to the same climate in winter time because you can see snow in the high mountains of Jordan. في الصورة في المنتصف نشاهد لقطة لجلالة الملك وهو يساعد أحد المواطنين الذين علقت سيارتهم في الثلوج. You can see how the snow is there in Jordan. You can see in the middle picture that the king, His Excellency, the King of Jordan, King Abdullah II, how he's helping some citizens in the city to actually take out their cars from the snow. And this tells you how the relationship between the leadership and also the people, and also shows you how is the climate in this country. لماذا التعليم في الأردن؟ Now we are going to enter our topic why we are going to study Jordan why we are going to choose Jordan to study there and what are the advantages of this topic. أهم ما يميز المملكة الأردنية الهاشمية والحمد لله هو الاستقرار السياسي والأمني الذي ننعم فيه في هذه المملكة. Of course, one of the great things about Jordan is that there is a great stability from the security side and everything is perfect in this regard. ولدينا مؤسسات تعليمية وجامعات مرموقة حاصلة على اعتمادات دولية وإقليمية وعالمية. Of course, we have great universities and they are actually reliable and strong and it has been recognized by different foundations in the world. يوجد لدينا في الأردن اليوم 51,647 طالباً من دول عربية وأجنبية يدرسون من 113 دولة حول العالم. Currently, we have more than 51,000 students from all who they came from different countries, more than 113 countries, who they are studying in Jordan.
ويمثلون 11% من إجمالي عدد الطلبة على مقاعد الدراسة في الجامعات. And they are representing 11% of the students who they are studying in the Jordanian universities. وهذه النسبة تعتبر نسبة مرتفعة جدا إذا ما قورنت بالكثير من الدول حول العالم. If you compare this percentage with the different countries of the world, you can see that it's an extremely high rate. وهذا دليل على أن الأردن يعتبر محجا للكثير من الطلبة حول دول العالم. And this is kind of evidence tells you that Jordan is a good destination for students to study over there. يوجد لدينا في الأردن أكثر من 39 مؤسسة تعليم عالي ما بين جامعات رسمية وخاصة. We have more than 39 foundations, like universities, colleges, institutions in Jordan. وأهم ما يميز الدراسة في الأردن أن النظام المعتمد للدراسة هو نظام الساعات المعتمدة، وهو نظام مرن يسمح للطالب بالدراسة واختيار المواد كما يريد. The system of studying in Jordan actually depends on the hours in the universities and colleges. ويوجد لدينا فصلين دراسيين إجباريين، الفصل الأول والثاني، فيما يعتبر الفصل الصيفي اختياري للطالب. Usually in the universities you have 2 semesters. If you want to have extra one, it's going to be in summer. You need to study at least 2 semesters, and the third one is optional. اللغة الرسمية المعتمدة للتعليم في مؤسسات التعليم العالي الأردنية هي اللغة الإنجليزية، خاصة في التخصصات الطبية والعلمية والهندسية. The language used actually for the education system, higher education system in Jordan is in English language. And of course, especially in the scientific specializations. وهناك بعض التخصصات التي يمكن أن تدرس باللغة العربية، خاصة بعض التخصصات الأدبية. And of course, there are majors that you need to study Arabic language, or you can study any Arabic language, especially in the humanitarian field. سواء كنت ضعيفا في اللغة الإنجليزية أو في اللغة العربية، فإنك لن تواجه أي مشكلة في الدراسة في جامعاتنا الأردنية. Let's assume that you are going to study in Jordan. The language is not going to be a barrier. It's not going to be an obstacle, because the university is going to solve this problem for you. They are going to do what? They are going to test you, and you are going to strengthen you later on. في بداية التحاقك بالجامعة يتم عمل امتحان لتحديد المستوى في اللغتين العربية والإنجليزية، وبناء على نتيجة هذا الامتحان تحدد لك الجامعة عدد المواد الإضافية التي سيتم تدريسك فيها في هذه المواد. At the beginning, when you are going to apply for any university or college in Jordan, they are going to test your language in Arabic language or in English language, and they are going to identify your level. At that time, you are going to be strengthened by giving courses in these fields. تميزت الجامعات الأردنية في عام 2025 وتقدمت بشكل كبير جدا في التصنيفات العالمية في التايمز والQS. Universities in Jordan, they have been in very unique position into 2025. You can see Jordanian universities from there in university ranking like Times and the others, they have very good positions and ranking. حسب تصنيف التايمز في عام 2025 كان لدينا 11 جامعة أردنية ضمن أول 800 جامعة على مستوى العالم. According to Times classification process, there was more than 11 universities from Jordan who they are among the first 800 universities in the world. كانت الجامعة الأردنية حسب تصنيف QS حصلت على الترتيب 368 على مستوى العالم. The University of Jordan, which is the mother of university in Jordan and the biggest university of Jordan, was ranked by 368. أما جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية فحصلت على ترتيب 525 على مستوى العالم. And the University of Just Technology University also had a rank of 525. الآن بعد هذه المقدمة عن لماذا study in Jordan سننتقل الآن إلى الأفكار الرئيسية كيف تقبل في الجامعات الأردنية. Now we have an overview about the University of Jordan. We have an overview about the higher education foundations. Now we are going to find out how you can apply to the universities in Jordan. Let's see together. عملية القبول في الجامعات الأردنية تعتمد على معيار واحد فقط، هو معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة.
So what you need as a student from say high school when you are going to pass in the your what you call it 12 when you are class 12, you need only your degrees that you have been passed to apply for the Jordanian universities. ولا يوجد أي نوع من أنواع امتحانات القبول. And there is no any kind of examination or tests in order to apply for these universities for admission. فإذا كنت حاصلا على ثانوية عامة من إقليم كردستان حسب نظام وزارة التربية في الإقليم سواء كان باللغة العربية أو الإنجليزية كل ما تحتاج إليه أن تقوم بتصديق هذه الوثائق. If you are going to be a student, you are going to pass from any high school in the Kurdish region, you studied in Kurdish, Arabic, English language, you only passed, that's enough for you in order to apply for the universities and colleges in Jordan. هذا ما يتعلق بالأسس. فيما يتعلق بالمعدلات المطلوبة للقبول في التخصصات. This is about how to apply for admissions. Regarding the degrees, the numbers that you need, the average that you need to attend the universities. ففي الأردن نعطي الطالب غير الأردني فرصة للقبول ب5 علامات أقل من المعدل المطلوب للطالب الأردني. In order to encourage the foreigners to apply for the universities in Jordan, what we are doing usually, we are just, what do we call it, we are accepting them by 5 degrees less than the Jordanian students. فمثلا في تخصصي الطب وطب الأسنان يمكن قبول الطلبة من قبلكم بمعدل 85% فما فوق. Let's, for example, talk about general medicine, dentistry, for example. If the Jordanian student is going to study in one of these schools or universities, sorry, and he needs, for example, 85, you are going to be accepted by 80, just to encourage you in order to go there. في تخصصات الصيدلة والهندسة حتى معدل 75. In pharmacy, for example, in engineering, for example, you can need just 75 as a total degree. والهدف من هذا التخفيض أن نستقطب الطلبة من دول العالم للدراسة في الأردن دون أن يكون هناك تأثير سلبي على مخرجات التعليم العالي. Maybe you are going to say why you are doing this. This is the idea that we like to attract highest number of students in our universities. But that doesn't mean that you are going to have less, what you call it, education. You are going to be deaf in the field. No, you are going to have the same level of education. ولكن بعض الجامعات الأردنية التي يوجد عليها منافسة كبيرة جدا تستقبل الطلبات ثم تقبل الطلبة الأعلى معدلا. But of course, as other places, there are universities, sorry, there are specializations and majors. What you call it, there is a strong, what you call it, competition on it. For example, you spoke about, I think, veterinary. Yes. For veterinary, there is lots of students who they are applying for this, and at that time, they are going to look to the highest degrees and they are going to take the best students for that. ولكن نحن في الأردن حريصين على الطالب غير الأردني أن يكون ملتزما بتعليمات معادلة شهادته في بلد الدراسة. And of course, it's very important. Any student who is going to study in Jordan, he should have the correct documentation, and the degrees that he got has been actually synchronized with the what you call it Jordanian system, system. Let's see. لذلك سنحصل من وزارة التعليم العالي الكردستانية على شروط معادلة شهادات الدراسة خارج كردستان للطالب الكردستاني. Currently we are in contact with the Ministry of Higher Education in the Kurdistan region in order to get the conditions and the rules for the students who they would like to study abroad. So they will tell us and we are going to act accordingly. أهم ما يميز خريجي الجامعات الأردنية هو القدرة على الالتحاق بسوق العمل بشكل سريع بسبب المهارات التي يكتسبها خلال فترة الدراسة. So let's assume that one of you is going to study in Jordan. He's going to graduate from a Jordanian university or college. What does that mean? This will mean that you are going to be unique, strong, you are going to have good skills. You can easily find jobs in the US market.
وشهادات الجامعات الأردنية خاصة في التخصصات الطبية تفتح لك الطريق بكل سهولة للحصول على الاختصاص والبورد في الجامعات الأوروبية والأمريكية. Certificates from the medical schools and medical universities in Jordan easily opens the door for you in order to have specialization and good majors in greater universities abroad. وخريجي جامعاتنا يعودون إلى بلدانهم وفي الغالب يكونوا ممن يتقلدون مناصب عليا في هذه الدول. And we are very happy to see that once when they are graduate from our universities, when they go back to their countries, they are really getting good positions and strong positions in their country. ونحن نفتخر بذلك وندعو هؤلاء الطلاب ونسميهم سفراء الأردن. And we are really proud of those our students when they graduate from our universities, and we call them ambassadors of Jordan in their country. وكلنا فخر كما علمنا بأن معالي وزير التربية في إقليم كردستان حصل على درجة الماجستير من إحدى الجامعات الأردنية. We are very proud that after we know that the Ministry of Education in Kurdish region, he actually got his master degree from Jordan. هذا فيما يتعلق بآلية القبول والمعدلات. سننتقل الآن إلى قضية الرسوم الجامعية. And this is what we talk now about the mechanism of applying, admission, and all these things. We are going to talk about the fees now. الرسوم الجامعية سيكون هناك نوعين من الرسوم الجامعية. There are two kinds of fees. The money that we are paying for the universities. نسعى حاليا لتوقيع اتفاقية للتبادل الثقافي أو برنامج تنفيذي بين وزارتي التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية وإقليم كردستان. Now we currently in talks with the Ministry of Higher Education in the Kurdish region in order to sign a memorandum of understanding or agreement between us for educational exchange between the two ministries. هذا البرنامج سيمنح منحا للطلبة الكردستان في الجامعات الأردنية وبالمقابل سيعطي منحا للطلبة الأردنيين في الجامعات الكردستانية. Of course, it's going to give you guys this is going to open doors for the students who they would like to go to study in Jordan without paying any fees or let's say less fees in comparison of you are going to pay for it. إذا تم قبولك وترشيحك على هذا البرنامج من خلال وزارة التعليم العالي في كردستان فإما أن تحصل على منحة كاملة وتعفى من الرسوم أو تعامل معاملة الطالب الأردني من حيث دفع الرسوم الجامعية. Let's assume that one of you after 1 year or 2 years is going to be in this program of exchange between Ministry of Higher Education and also Ministry of in Jordan in the Kurdish region. This will help you to study in Jordan in a scholarship that you are not going to pay a fee or you are going to be actually dealt with as like any Jordanian student. أما إذا قمت بالقبول بشكل شخصي فنحن نسعى في المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي في إقليم كردستان وقنصليتنا الأردنية العامة لمنح أبنائنا في إقليم كردستان أسعاراً تفضيلية في الرسوم الجامعية. But besides that, let's assume that you are not going to have this opportunity to study in this scholarship or program. You are going to apply by yourself. We are trying now in order to give you special advice for the fees, and also we are going to do other things in order to help you guys in this field. إذا قررت أن تدرس في الأردن عليك أن تدخل إلى موقع إلكتروني هو Study in Jordan. If you decide to study in Jordan and to have your higher education over there, you need to go to the website called Study in Jordan. هذا الموقع الإلكتروني تستطيع من خلاله أن تحصل على قبول في الجامعات الأردنية وأنت موجود في كردستان دون الحاجة للسفر إلى الأردن. In order to make this process easier for you, you need just to go and visit this website. At that time, what will happen? You can apply by yourself in Kurdistan region without going over there. عليك أن تقوم بتحميل وثائقك وإدخال بياناتك، وثائق الثانوية العامة، وثائق جواز السفر، وستقوم وزارة التربية والتعليم الأردنية بتدقيق وثائقك ثم إرسال الطلب إلى الجامعة التي قمت باختيارها. You are going to apply in this actually website. Just upload your documents, your certificate, your passport, all these things. At that time, what will happen? There will be an audit for your documents, and you are going to receive an answer very soon, in 48 hours. وخلال 48 ساعة الجامعة ملزمة بأن تقوم بالرد عليك. So the university must
give you an answer in 48 hours, and they will deal in this way with you. وهذا الأمر يستلزم رسوما رمزية لا تتعدى $50. لذلك أنت لست بحاجة إلى أي وسيط من أي نوع للقبول في الجامعات الأردنية. Why we are doing this? We are just trying to avoid any middleman or any company or any person else that is come in the middle and try to do this for money for you. This is going to take only few dollars from you to apply, just $50 for application. سنقوم بتوزيع دليل تحت عنوان أدرس في الأردن or study in Jordan، وهو باللغة العربية ويتضمن كل التفاصيل التي ترغب بمعرفتها عن الأردن وعن جميع الجامعات الأردنية. We are going to distribute this brochure later on. It's in Arabic language, and you can easily find out what are the what opportunities for you to study in Jordan. وستجد على خلف هذا البروشور باركود تستطيع من خلاله الدخول إلى النسخة باللغة الإنجليزية. You can find out in the back side of the brochure there is a barcode. You can just scan it and go inside the process and see all the universities over there in Jordan and what are the majors and colleges and institutions that's over there, and you can study over there. وقريبا جدا بإذن الله وخلال أشهر سيتم إعداد هذا الدليل وإهداؤه لكم باللغة الكردية. We are now working on preparing this brochure in Kurdish language. In a few months it's going to be ready and it's going to be distributed at that time. يوجد لدينا في وزارة التعليم العالي وحدة تسمى وحدة شؤون الطلبة الوافدين. We have a special unit in the Ministry of Higher Education in Jordan called the Unit of International Student Affairs. وهي وحدة معنية بمتابعة الطلبة غير الأردنيين وحل أي مشكلة تواجه أي طالب. This unit actually it's working on the students when they are coming from abroad, and they are trying to solve any problems and obstacles they are facing. كما أنها تقوم وعلى مدار العام بعقد مجموعة من النشاطات اللامنهجية والترفيهية للطلبة الوافدين. And of course, this is supervising and supporting so many activities over there in Jordan, which is related to sports, cultural activities, and other things. واحد من أهم هذه النشاطات سنويا يتم تكريم الطلبة الأوائل على مستوى الجامعات تحت رعاية معالي الوزير. Also one of the activities that we have under the supervision of Ministry of Higher Education, they are awarding the best students and they have got good degrees over there. وأيضا لدينا مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومسابقات رياضية وثقافية. And of course there are competition in actually memorizing Al-Quran al-Karim and also sport activities and other things. والعام الماضي تم إجراء مسابقة لأفضل فيديو ترويجي يقوم أحد الطلبة الوافدين بإنتاجه للأردن. And last year there was actually a competition for the best video talks about Jordan, or the best video that has been prepared by a foreigner student.
بديك لأردن هاتية للاياني وزارتي خيندني بالاي أردن هاتونا طبعا بريتيا لدكتور مهند كمستشار وتبيجي وزارتي خيندني بالايا ولقل جنابي قنصل بأمادبوني جنابي قنصل دكتور فؤاد المجالي بو أمرو أمانة بيشي أمرو كوبنوي كيان كرد لقل وزارتي برورده بأمادبوني مستشار مع مصطفى برهان ومع مصطفى برزو مديري تصديق الشهادات بو أوي هندك معلومات يان هبي لتصديق الشهادات بو طلبكاني لهريم دتشن لأردن دخينن دواي أو كوبنوا أو سيمين برزنتيشن دكري لسيقة عمان كردية برزنتيشنك هروها أمرو إيوه خوتان بينين جيتان ليقرد مهمترين شت أويا طلبي قوتابي هريمي كردستان أتواني أبلاي بكا بو زانكو كاني أردن بأونلاين ببي أوي بارا خرج بكا وبتشي تأوي دوكيمنت كاني تواو نبي أتواني بأونلاين همو دوكيمنت كاني أبلود بكا كمكري هبي وسي نوع قبولي عن هي قبولي مبدئي عن هي قبولي دائمي عن هي وبابل النهائي وقبولي مشروطي عن هي يعني بمرج حتى قوتابي هريمي كردستان أتواني بلي من بو مرجانة ديم لا أردن دخين مرجكاني بوي چارة سر دكري دواي قبولك ورقرت احتمال رسومي كي $50 ددالة بيشي أوا دواي يك سفري دميني كده چي راستو خو درسك دس بيدكا يعني نايوي وسيطي لوسط بي نايوي بارا خرج بكا أول زور مهم بو حمدي خاندمي بزانم اما يكم زار ولاتي اردن زمالي خويندن بيشكش با حكومه هرمي كردستان دكات بالنسبه زماله امانه استوعديان دايا سكولرشيب هندك مقاعد بدنا قطابي هرمي كردستان او زور مهمه لهندك اختصاصات و أم برزنتيشن زياتر كيهات دواي أول ملتقاي حكومتي هريمي كردستان اعترافي كرد بهندك زانكولا أردن واتلبر اعتراف بوني أو زانكوكنا أمانة هاتنا إيرا كتشونيتي ورقرتني طلبة لزانكوكاني أردن شرح كان بو منالكان وزور بسود بو أمرو إن شاء الله قطابيا كاني إميش سود لي ورقرن وسباس بو إيوه سعدت اليوم بزيارة هذه المدرسة المميزة وهذا التفاعل ما بين المؤسسات الأكاديمية في الأردن والمؤسسات في كردستان يؤدي إلى تعزيز هذه العلاقات وهذا التفاعل الذي يجري ما بين الوزارات المعنية بالتربية والتعليم والتعليم العالي في الأردن ووزارة التربية في كردستان ووزارة التعليم العالي هذا أمر مهم حقيقة. أحد أهم أوجه العلاقات تعزيز العلاقات ما بين الأردن وإقليم كردستان هو في موضوع التعليم. خطونا خطوات هامة. أولا هناك علاقات ما بين وزارة التربية ووزارة التربية في الطرفين، وبالنسبة للتعليم العالي الحمد لله كردستان اعترفت ب20 جامعة أردنية. أقمنا العام الماضي ملتقى كبير وهذا أدى إلى تبادل الاعترافات. فنحن يهمنا أن نرى الطلاب من الأردن يدرسون في إقليم كردستان ومن الإقليم يدرسون أيضا في الأردن. الحمد لله المستوى متميز في الإقليم سواء المدارس أو الجامعات، وكذلك المستوى كما تعلمون المتميز جدا للجامعات في الأردن، فهذا يوفر فرصة للطالب. هناك عديد من التسهيلات للطلاب للدراسة في الأردن، هذا ما نسعى إليه، وإن شاء الله نواصل تعزيز العلاقات التعليمية والأكاديمية ما بين الجامعات، ما بين الوزارات المعنية، ما بين تبادل الطلاب. هذا يكون دائما أساس لتعزيز العلاقات. شكرا جزيلا. احنا في كردستان في هذا الإقليم العزيز جئنا بعد مرحلة مررنا فيها سابقا خلال العام الماضي من إطلاق الملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني، وتلا ذلك اعتراف وزارة التعليم العالي الكردستانية بجامعاتنا الأردنية واعتراف الأردن بعدد من الجامعات الكردستانية. ثم بدأنا اليوم رحلة الترويج للجامعات في مدارس إقليم كردستان. نتأمل كثيرا في برنامج التبادل الثقافي الذي سيتم توقيعه قريبا بين وزارة التعليم العالي
في إقليم كردستان ووزارة التعليم العالي في الأردن. هذا البرنامج سيعطي عددا من المنح للطلبة الأردنيين في الجامعات الكردستانية، ويعطي منحا للطلبة إقليم كردستان في الجامعات الأردنية. حسب هذه الاتفاقية ترك لكل جانب أن يحدد ما هي التخصصات التي يرغب بالحصول على منح فيها، فكل جهة أدرى باحتياجاتها. نحن في الأردن مثلا سنبحث عن التخصصات التقنية التي نعتبرها متميزة في الجامعات الكردستانية، وكذلك سيترك للجانب الكردستاني اختيار التخصصات التي يرغب بابتعاث الطلبة إليها. بعد هذه الخطوة من الترويج في الجامعات والوصول إلى أبنائنا الطلبة، سيكون هناك خطوات جديدة بإقامة معرض خاص بالجامعات الأردنية فقط في إقليم كردستان. اليوم نحن تحدثنا لماذا الدراسة في الأردن، وأعطينا العناوين العريضة التي تلفت نظر الطالب للاتجاه والتفكير بالأردن. المرحلة القادمة ومن خلال المعرض ستأتي جامعاتنا بما تتضمن من تخصصات وخصومات ومميزات سيتم تقديمها لأبنائنا في الإقليم، حتى يكون هناك حوار مباشر بين الطالب وبين الجامعة، وكل طالب يحدد ما هي الجامعة وما هو التخصص الذي يرغب بدراسته. في الأردن نتميز برسوم جامعية متوسطة إلى منخفضة، تختلف حسب التخصص، تختلف حسب الجامعة من جامعة إلى أخرى. كما ذكرنا، إذا الطالب قبل من خلال التبادل الثقافي سيكون إما أن يحصل على منحة كاملة بدون دفع رسوم، وإما أن يحصل على دفع رسوم مثل الطالب الأردني. وإذا درس الطالب على نفقته الخاصة، تناقشنا مع وزارة التعليم العالي في حال وجود أعداد كبيرة من أبنائنا من إقليم كردستان في جامعاتنا الأردنية أو في جامعة محددة أو في تخصص محدد، سنكون حريصين على منح هؤلاء الطلبة رسوما تفضيلية عن غيرهم من أبنائنا الطلبة. عفوا أستاذ، ما هي شروط قبول؟ القبول في الجامعات الأردنية مرتبط بمعيار واحد فقط، هو معدل الثانوية العامة. لا يوجد لدينا أي امتحانات للقبول أخرى، فقط هو معدل الثانوية العامة. فإذا كنت طالب حاصل على ثانوية حسب نظام التعليم التربية والتعليم في كردستان سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، تحتاج فقط إلى تصديق هذه الوثائق. أما إذا كنت تحصل على نظام ثانوية عامة أجنبية مثل الثانوية الأمريكية أو البريطانية أو البكالوريا الدولية، فأمامك خيارين: إما أن تحصل على معادلة من وزارة التربية والتعليم الأردنية، ولكن كونك طالب من إقليم كردستان وتسهيلا على أبنائنا الطلبة نحن نقبل منك أن تحضر معادلة إقليم كردستان. فإذا حصلت على معادلة وزارة التربية في إقليم كردستان لثانويتك الأجنبية، يتم قبولك عليها أيضا في الجامعات الأردنية، ولا حاجة إلى معادلتها من وزارة التربية الأردنية.